في الحلقة اللي فاتت من سلسلة شياطين الثانوية العامة اتكلمنا إن مش كل شيطان ليه قرون ومش لازم يكون من أتباع إبليس. الشياطين ليها أشكال كتير وأخطرها اللي بيقفوا بينك وبين حلمك. والنهاردة هنتكلم عن تاني شيطان في إيد كل واحد فينا. لو ما انتبهتش له من البداية هيضيع منك وقتك ومستقبلك من غير ما تحس. الشيطان ده هو الموبايل، الباب المفتوح اللي بيشدك لعوالم ملهاش نهاية. سوشيال ميديا، ألعاب، محادثات، تصحى تلاقي نفسك سايب المذاكرة وسايب المهام اللي عليك ومش واخد بالك إنه ده الفخ الحقيقي. الفيديو ده مش مجرد تحذير، دي خطة عملية. هنتكلم عن السوشيال ميديا وإزاي إدمانها بيهدر وقتك وإزاي ممكن توقفها أو نقللها لحد ما السنة دي تعدي. هنتكلم عن الألعاب وإزاي ممكن لعبة صغيرة تضيع لك أيام كاملة، وهندي خطوات بسيطة تساعدك تتخلص من الإدمان ده. وهنتكلم كمان عن الشتات اللي بتاكل يومك من غير ما تحس. وفي الآخر هقولك على تطبيقات وأدوات تساعدك تتحكم في الموبايل بتاعك وتخليه في خدمتك بدل ما يكون عائق قدامك. يعني باختصار الحلقة دي هتعلمك ازاي تفضل ماسك زمام الأمور، الموبايل يكون في ايدك مش انت اللي في ايده. قبل ما ندخل على أول عالم من عوالم الموبايل حابب أقول لك نصيحة في العموم. أنا عارف إن الموبايل بقى شيء أساسي في الرحلة الدراسية، سواء بتنزل مذكرات أو بتتابع أخبار السنة أو بتتفرج على شرح أو حتى بتعتمد على منصات. أنا مش ضد الموبايل خالص، بالعكس ده كنز. لكن مشكلتنا الحقيقية في طريقة استخدامه وإدمانه. فنصيحتي لو تقدر توفر جهاز يكون للمذاكرة بس ساعتها هتبقى أسطوري، وعباس تي واترسون شخصيا فخور بيه. يعني مثلا لو معاك لابتوب او تابلت او حتى موبايل عادي غير الاساسي، خلي ده للدراسه والمذاكره وسيب موبايلك اللي عليه السوشيال ميديا والالعاب بعيد. انا عن نفسي مقسم يومي اقسام، كل اسم 4 ساعات. من ال4 ساعات دول 3 ساعات شغل او مذاكره، وده بيكون من اللابتوب او التابلت. وخلال 3 ساعات دول محرم تماما اني المس الموبايل الاساسي حتى لو الدنيا بتولع. ولو تعبت في نص ال3 ساعات وحبيت اريح، اللي بعمله اني بقوم اتمشى اتنفس هوا بعيد عن صداع الموبايل. صدقني بعد دقيقتين 3 هتزهق وترجع تذاكر تاني عشان تكسر الملل. وفي الساعه الرابعه دي بتكون المكافاه، افتح موبايلي واعمل اللي يحلالي. لكن مش كل الناس زي بعض، فكمل باقي الحلول واختار الحل اللي يريح. نبدأ دلوقتي بأول وأكبر باب من أبواب الموبايل، السوشيال ميديا. فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كلها معمولة إنها تخليك عايز تشوف الفيديو اللي بعده والصورة اللي بعدها. الخوارزميات دي مش عشوائية، دي متصممة عشان تاخد منك أكبر وقت ممكن. كل سكرول بتعمله هو ربح للشركة وخسارة الوقت. فالمشكلة إنه دماغك بيتبرمج على المعلومة السريعة، فيديو نص دقيقة، بوست صغير، وبعد شوية تلاقي نفسك مش قادر تركز ساعة كاملة على كتاب أو مذاكرة. طب والحل بالنسبة لك كثانوية عامة؟ خليني أقول لك الحل اللي أنا شخصيا اعتمدته واخترته في ثالثة ثانوي. في أول السنة جربت كل الحلول، وكل مرة ألاقي نفسي واقع ضحية الموبايل، لحد ما في شهر 11 أخدت واحد من أعظم القرارات في حياتي. مسكت تطبيقات التواصل، هوب، فيسبوك ديليت، تيك توك امسح، انستجرام ديليت، سناب امسح. ما سبتش غير التليجرام عشان فعلا مفيد، واليوتيوب طبعا. وانت كمان خلي اليوتيوب عشان تشوف فيديوهاتي. وانا للعلم كنت حد مدمن جدا على الريلز، لكن لما شلت كل التطبيقات بقيت في أول يوم كل ما أذاكر دقيقتين أزهق كالعادة. في إيدي تمسك الموبايل وتروح تدور على فيسبوك ما تلاقيهوش، تدور على تيك توك ما لاقيهوش. ده مش غباء، ده ادمان. جسمك حرفيا بيفكر لوحده. فاول يوم كان اصعب يوم، لكن لما عدى حصلت المفاجأة. بقيت لما اتفرج على شرح او احل اسئلة والاقي نفسي تعبت في النص، بقوم اتمشى شوية واشم شيت هوا، وبعدها كنت بزهق فكنت برجع اذاكر. تخيل اني كنت برجع اذاكر عشان اهرب من الملل، وبجد كنت بستمتع بكل سؤال حليته صح، بكل فيديو شرح خلص. كان شعور ما يتوصفش. فجرب الحل ده ومش هتندم، وهتدعي لي اخر السنه. وعلى فكره في حلول تانية لموضوع السوشيال ميديا،
بس الصراحة مش هقولك عليه، لأن ده هو الحل المثالي في سنة زي دي. استحمل كام شهر وارجع حمل التطبيقات تاني، بس بالله عليك إياك تمسح الفيسبوك وتروح تفتحه من جوجل كروم، كده عباس واترسون هيزعل منك. ندخل على تاني بوابة من بوابات الموبايل، بوابة الألعاب. بص، أنا كنت حد مدمن ببجي ومدمن بيس موبايل ومدمن ألعاب كتير، ولما دخلت تالتة برضه بعد محاولات إني أقلل كنت كل مرة أفشل وألاقي نفسي اليوم بتاعي بيضيع على لعبة. اللي عملته إني مسحت كل الألعاب وقلت مش هحملهم غير لما أخلص السنة. بص، أنا عارف إن ممكن تكون صعبة، وخصوصا لو عندك صحابك اللي بيلعبوا معاك اللعبة اللي هتمسحها كنت بتعزهم أو بتقضي وقت حلو معاهم، بس صدقني الحساب بتاعك هيفضل موجود واللعبة هتفضل موجودة. يعني يا عم بعد ما السنة تخلص العب عادي براحتك، كله هيرجع طبيعي، بس دلوقتي نعمل اللي علينا عشان ربنا يكرمنا ولا ايه؟ وممكن جدا نستبدل الالعاب الالكترونيه اللي بتسبب ادمان اننا نلعب كوره مره او مرتين في الاسبوع، او نخرج خروجه، او نعمل حاجه بنحبها بس بعيد عن الفيديو جيمز. تالت باب من أبواب الموبايل، المحادثات. تبقى قاعد وربنا هاديك وبتذاكر في أمان الله، تسمع صوت الإشعارات بتاعة الواتس أو الماسنجر أو مهما يكن، وتلاقيه صاحبك اللي بتحبه أو صاحبتك، وتفضل اليوم كله تتكلم وتضيع اليوم ولا عملنا أي حاجة. هو عادي نتكلم وعادي نشكي ونفضفض، بس لما الموضوع يزيد عن حده صدقني هتضيع نفسك. فخصص وقت معين للرد، مش كل ما الموبايل يرن تفتحه، انت اللي تختار وقتك، مش اي اشعار يفرض عليك امتى تمسك الموبايل وامتى تسيبه. وبالنسبة للتطبيقات اللي ليها القدرة تساعدك في تنظيم مسكتك للموبايل وزيادة تركيزك في مذاكرتك، أنا سايب لك في أول تعليق وفي الوصف لينك قناتي على التليجرام، وهكون مثبت لك بوست فيه لينك كل التطبيقات وشرحها، وإن شاء الله هعمل فيديو عن تطبيقات فادتني في الثانوية العامة وشرحها عن مفصل، وكمان سايب لك لينك حسابي الشخصي في أول تعليق وفي الوصف، لو احتجت أي حاجة ابعت لي من غير تردد. وكمان يا أبطال إن شاء الله هنزل بكرة فيديو على قناتي التانية بيتكلم عن الربح من الإنترنت، وهنعمل سلسلة عظيمة هوفر لكم فيها كذا شغل من الإنترنت، فما تنسوش تشتركوا في القناة، سايبين لكم لينكها في الوصف وأول تعليق. وفي الختام أنا عايزك تجاوب على السؤال ده، لو قعدت كل يوم تضيع ساعتين على الموبايل خلال السنة هتضيع كام يوم؟ لو عرفت الإجابة قولها في التعليقات.